لانه احنا نادي في مكانه الاتحاد وهيبته لا يمكن يوصل لهذا المستوى. فانتم الله يديكم العافيه وتشكروا على كل ما بذلتوه، لانه الاداره تركت لكم ارث ثقيل الاداره السابقه والله العظيم، واحنا نشكركم ومعاكم قلبا والله على قد نيتنا. ايوه. الموضوع الثاني الموضوع اللي شرف الحين الاستاذ محمد فؤاد ما شاء الله طوعت من قلبي. عندنا احنا ترتيب ثاني ترتيبكم راجع لكم انتم، بس اهم شيء انه الاخوان اشوفهم مصرين يعني في الاداره انه يكون هو الرئيس المشرف هو الاستاذ لؤي، يعني اكيد ابدعوا فيك الشخص المناسب. فلا يعني مساله والله ما اقدر انا ابتعدت عن الرئاسه لظرف خاص جدا، ما اقدر اني انا اكون مشرف. كان رشح نفسي رئيس. شوف ما كل رجال يبدل برجال، اكيد ان الناس شافوا فيك الشخص المناسب، لذلك الاعتذارات والله النادي بحاجتكم. انا حكون قريب وحكون جزء من الجهاز اللي بيشتغل. احنا مع المستقبل واحد للمجموعه حيكونوا موجودين. يكون تحت متابعتكم. احنا نبغى نفرض عليكم اسماء، طبعا انتم ابخص من الامور، لكن اكيد انه تشوف من الاداره نقول اتمنى يعني اغلب من الشخص يقول اتمنى انه تضغطوا على الاستاذ لؤي او تحاولوا بقدر الامكان اقناع الرجل هذا على اساس يصير المشرف. يعني لو في انسب منه كان قدموه. والله يعني انت الشخص انا بخدم النادي والله من كل احنا نعرف صدقني ما بيطلبوك الا تقدير لك، عارفين والله عارف، وانا هذا الشيء والله ما فيها ترى انا والله ما اعرف الا من خلال الاتحاد، والجمهور هذا اللي انت شايفه كله حاضر ما خلفك ما يعرف الا الشخصيه هذه الفتره اللي جلستوا فيها فتره بسيطه، لكن اكيد يعني وجد لنا رجال عرفنا من اللي يستحق التقدير، من اللي يعني يتكل عليه، فلذلك والله انا اشوف مساله الاعتذارات وهذه يا ليت تاجلوها لوقت اخر، خاصه النادي بحاجتكم في الوقت وانتم ما جيتوا وقت احنا قلنا بس في عندنا ترتيب ثاني للجهاز الاداري ترتيب افضل ان شاء الله. الامانه افضل اذا تشوفوا افضل احنا ما لا شيء مختلف عن المعتاد اللي هو انه في مشرف على نقطه مهمه، عقد الرعايه نريد مباشره مع نادي الاتحاد، لا نريد شركات ووساطة ان شاء الله ما راح يكون، ان شاء الله ما راح يكون هذه امانه، ولكن احنا نبغى عانينا الان. احنا على فكره ندخل في اول السنه الجديده، نبدا في المفاوضات مع اي احد يبغى الرعايه سواء كان اس تي سي او غيره، لكن نبغى انا ودي انه احنا نوصل قبل او بدايه السنه يكون فعلا في عندنا الجمهور بدا يصير عنده في ثقافه مختلفه، ثقافه الدعم اللي هي حتساعدنا احنا في عقود الرعايه. ان شاء الله الجمهور انه يشارك. انا ولما اجلس معاهم في اول السنه قلت لهم تعالوا شوفوا هذه بطاقات عضويه، هذا عددها تزايدت بهذا الشكل، وهذه البرامج اللي موجوده عندنا، وهذه الاشتراكات اللي موجوده في الجوال، بغض النظر حتى لو ما يكون الاس تي سي على فكره، لكن لما نجي حتى لاي راعي ثاني اقول له تعال شوف اشتراكات الجوال من يوم ما بدانا والجمهور بدا يعرف انه هو اللي لازم يدعم، صارت بهذا الشكل. صدقني حيكون النادي الاتحاد عقد الرعايه العقود الاستثماريه حتعطيك شكل ثاني غير الانديه الباقيه. هذا يبغى له برضه او شيء يعني تكثيف جهود، هو مساله انا اقول لك هي بس ما كان يعني الوقت طبعا انت عارف يا دوب احنا دحين نعرف هذا يعني اول ما دخلنا لقينا قدامنا الجمهور رغم اني اعذركم لكن ايضا يتامل فيكم يعني، وان شاء الله باذن الله ما تدخلوا. اول شيء بالنسبه النادي زي ذلك كيف قطع من تحت من البلاوي شيلوها من تحت الاخوه، النادي نظفوها من القديم، لا تخلوا شيء، تبغوا تمشوا صح مشوا النادي العالم القدام كله في النادي، لا تخلوا احد. لكن في ان شاء الله كل الامور زي مو كل ان شاء الله تتعدل الامور. الان احنا نتكلم عن ثقافه المجتمع، انه الدعم والدعم هذا طبعا هي ثقافه المجتمع هذه موجوده عندنا كسعوديين، لكن انا اشوف الاتحاد يتقبلها يعني خاصه وجود الاداره الجديده من اول ما جيتوا مجموعه المستقبل شافوا اهدافكم وثقوا فيكم، اعتقد انها تطورت لكن تحتاج الى ايضا تكثيف جهود. عشان لا احنا الحين كله يعني الان العمل مو يعني ما بدي اقول عشوائي، ولكن الان يعني كل اللي احنا طلبناه مثلا اشتراك في الجوال باللي موجود حاليا، البطاقه باللي موجود حاليا، عشان كذا قلت انا بعد العيد ان شاء الله في برامج كثير مختلفه، يعني اللي يشترك في البطاقه العضويه حيكون في لها يعني لها ميزات. من اهم بالنسبه يعني من اهم المميزات مثلا انه حيكون فيها تواصل عن طريق الانترنت
بحيث انه يدخل يصير في عنده يوزر نيم وباسورد، يدخل يشارك في القرار، حنحط اشياء عشان يشارك فيها. حيكون في لما نوصل لكل عدد معين حيكون في سحب على جوائز كبيره، عرفت كيف؟ عشان تحفز برضه الجمهور اللي يشتركوا. شوف استاذ لؤي، سمحت لي بالنقطه هذه، العائق الوحيد اللي تقدر تقول للجماهير انا حطيت الكوره في ملعبكم، ايش هي انه البطاقه صراحه كيف تصل لها مغاره. عشان لا عشان كذا لا مسمى من الاتحاد السعودي. اول شيء السعودي المسمى ما تقدر تسيطر عليه، لكن أول انا شيء اتكلم عن شوف اذا وصلتوا الاليه بعد انه البطاقه هذه تبحث عن مشجع الاتحادي، انا اعتقد انكم نجحتوا. اول خطوه حتكون بعد العيد مباشره. احنا بنحاول انها تكون في العيد، انه يكون في الاسواق، في المولات يعني اللي موجوده حيكون في متواجد كشك خاص يعطيك اللي يصورك وتدفع ويعطيك البطاقه وانت واقف. هذه اول شيء. بعد كده حتصير موجوده ومتوفره عن طريق الانترنت، بحيث انك انت تدخل وتحمل الصوره وتعبي البيانات وتدفع عن طريق سداد، سواء عن طريق النت او عن طريق الصراف، تدفع المبلغ وتوصلك عن طريق البنك. يعني هذه الامور كلها بس مدة الصلاحية ضروري. نقطة مهمة. يعني هذه بنتكلم فيها مع المدرب وعارفين احنا المشكلة هذه، لانه حتى انت تبغى الناس اللي يجوا بعد يعني الاحلال التدريجي. في عندنا اسامة المولد طبعا، يعني هذا ضربنا ضربة قوية لما نتعور في لكن ان شاء الله حيرجع قريب. عندك احمد عسيري، بنحاول احنا نرتب على اساس انه يكون في عندنا مجموعه يعني 6-7 لاعبين موجودين من ورا، يجوا من الشباب ومن الاولمبي، على اساس انه يصير في احلال تدريجي. ايوه احنا على اساس انه يعني الفريق يشيلهم، الفريق يشيلهم مش هم يشيلوا الفريق. ان شاء الله بارك الله فيك. عشان كل مجهود صلاحيه مدير الصلاحية الاشتراك في البطاقات اللي هي مراعاة الصلاحية واحد هذه احنا الان دقيقه هم بلغونا لازم ابلغ الشيء ده. لا الان احنا نبغى نشوف، احنا ناخذ فيها قرار، ولكن يمكن يكون القرار يعني التوجه انه نخلي كل اللي يشترك الان في السنه هذه تنتهي طاقته في نهايه 1434، فيصير عنده كمان هو اخذ 2-3 زياده. عرفت كيف؟ وبعد كده اي واحد يسجل بطاقه جديده ياخذ سنه. يا رجل